أشكي عمر على الله وهي لا تعلم أنه عمر. مصيبة أمير. قالت أشكي عمر على الله. لا إله إلا الله. قال وما أدرى عمر عنك وأنت في هذه الصحراء؟ قالت أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ لا حول ولا قوة. تولى أمرنا وينسانا. فتأثر عمر وذهب إلى المدينة إلى الخازن وقال له احمل علي الدقيق، عمره فوق 50 سنة. استعجب الخازن وقال أعليك يحمل يا أمير المؤمنين؟ قال احمل علي الدقيق ثكلت كمك، من يحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ رضي الله عنه. فحمل الدقيق من المدينة حتى وصل إلى هذه المرأة. الله أكبر. وجلس وبدأ يصنع لهم طعام. هو اللي يصنع لهم الطعام ويطعم هؤلاء الصبية الصغار. يشتغل فسرت هذه العجوز من هذا الصنيع ومن هذا الرجل، فنظرت إليه وهو مسرورة وقالت والله الذي لا إله إلا هو إنك أحق بالخلافة من عمر. الله. عكست الآية. سبحان الله. عجيب. فتبسم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهو